اتعودنا دايما نقول نفر هيرو، يعني يوم سعيد أو صباح الخير. لكن النهاردة هنقول نفر رينبت، يعني سنة سعيدة أو كل سنة وانتوا طيبين، وده بمناسبة عيد الأضحى. وهنتكلم عن الأضاحي. الأضاحي دي حاجة عارفها قدماء المصريين من آلاف السنين قبلينا وقبل الأديان الإبراهيمية كلها. المصري القديم هو أول واحد عرف تقديم الأضاحي، بس كانت الأضاحي نوعين. النوع الأول القرابين، يعني كانت حيوانات بيتم ذبحها وتقدم للآلهة في المعبد تقربا منهم بهدف إرضاء الآلهة والحصول على البركات، كذلك بهدف إطعام الفقراء. النوع الثاني هي الأضحية الجنائزية، ودي كانت حيوانات بتتذبح بعد وفاة أحد الأشخاص، وبيقدم لحمها للمشيعين بعد دفن المتوفى اللي جايين يعزوا. يعني غالبا الذبيحة بتكون طور قوي وفي صحة جيدة جدا. أهل كيميت كانوا بيذبحوا بأسلوب متميز مختلف عن أسلوبنا النهاردة. كانوا يحطوا الطور على الأرض على ظهره، ويتركوا الساق الأمامية اليمنى طليقة، لأن الساق الأمامية اليمنى دي أحلى جزء في جسم الحيوان وأكثر جزء مقدس، وهو دايما اللي بيقدم للإله. بعد كده بيقيدوا السيقان الثلاثة الأخرى، وبيستخدموا في الذبح سكاكين كانت مصنوعة من حجر الزران. المصريين كانوا بيذبحوا الطور أو البقرة عن طريق قطع الشريان الرئيسي للطرف الأمامي الأيمن، مش من الرقبة زي ما احنا بنذبح دلوقتي. كمان كانوا حريصين جدا على وضع عصابة من الكتان الأبيض على عيون الحيوان، يعني بيغموا الحيوان علشان ما يشوفش السكين اللي هيذبح بيها، وده يدل على رفق المصريين بالحيوان المذبوح. طبعا ده مش شيء غريب على المصريين القدماء، هم كانوا بيتميزوا دايما بالرحمة وبالتحضر. عملية تقطيع اللحم بيقوم بيها فريق من الجزارين، ليهم رئيس طبعا، وواحد منهم طول عملية الذبح بيسكب الماء على لحم الحيوان، وفي النهاية بيعلقوه لعدة ساعات حتى يجف لغاية ما ينشف. احنا وصل لنا نقوش كتير بتحكي قصة ذبح الحيوانات، وكذلك نماذج خشبية بتبين لنا نفس الموضوع ده. الحاجات دي موجودة في عدة متاحف داخل مصر أو خارج مصر. أهم هذه الجداريات بنلاقيها في مقبرة زي مقبرة الأميرة إيدوت، وهي ابنة الملك تيتي، ده أحد ملوك الأسرة السادسة، 2430 قبل الميلاد تقريبا. وفي نقوش أخرى بتتكلم عن ذبح الحيوانات في مقبرة شهيرة جدا اسمها مقبرة إيروكا بتاح. إيروكا بتاح ده كان جزار ملكي عاش في عصر الأسرة السادسة، 2400-2500 قبل الميلاد برضو. المقبرة دي بتتميز بمناظرها الرائعة، خصوصا إن الفنان سجل حوار بين 2 جزارين. الجزار الأولاني بيقول للمساعد بتاعه شد حيلك يلا شهل، والمساعد بيرد عليه يقول له حاضر يا معلم. المصريين القدماء علمونا طرق الذبح وتقديم الأضاحي. كلمة أصل كل شيء.